بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت اليوم في جامعة ابن سينا امتحانات نصف السنة، وقامت عمادات الكلية بتهيئة القاعات الامتحانية من خلال لجان الامتحانية المشكلة في تشكيلات الكليات. وقمنا اليوم بمتابعة السير العملية الامتحانية من متابعة القاعات الدراسية واللجان الامتحانية، والإعازة إلى كافة التشكيلات الساندة لتوفير كل ما تحتاجه العملية الامتحانية في جامعتنا، ونتمنى التوفيق والنجاح لطلبتنا في هذه الامتحانات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تم بعون الله تعالى البدء بامتحانات نصف السنة لكلية الطب في جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية للعام الدراسي 2022-2023 بعد توفير كافة المستلزمات الخاصة والضرورية لإنجاح هذه الامتحانات والسير بالعملية التعليمية نحو النجاح. وشكرا جزيلا الأستاذ الدكتور إيهاب جاسم محمد عميد كلية الطب. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله تبتدأ اليوم امتحانات نصف السنة في كلية طب الأسنان جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية للمراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. التجهيزات تمت على أكمل وجه لتوفير القاعات الملائمة للطلبة لإداء امتحاناتهم على الوجه الأكمل، ونتمنى التوفيق لجميع الطلبة والله يبارك في الجميع. شكرا جزيلا. السلام عليكم. أنا دكتورة أسيل محمود جواد، رئيس لجنة امتحانية كلية الطب جامعة ابن سينا، أخصائية الجراحة العامة. الحمد لله اليوم 15 من كانون الثاني بدأنا الامتحانات الدور الأول نصف السنة. القاعات الحمد لله كانت مجهزة بكامل التجهيزات. السيد رئيس الجامعة كان متعاون معنا بتعاون منقطع النظير، أحب أشكره خصيصا، والسادة المعاونين والسيد العميد كلية الطب الأستاذ دكتور إيهاب جاسم محمد، والسيدة المعاون العلمي دكتورة سحر، كان تعاونهم منقطع النظير وياي. شكرا لكل من دعمني، وأحب أتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا.